مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. اليوم بدي أحكي عن أول سنة زواج. هي مو قصة حب طويلة ولا فيلم وردي مثل ما الناس بتفكر. هي مرحلة غريبة عم تتعلم كيف تكون مسؤول، كيف تحب وتتحمل بنفس الوقت، كيف تبني حياة مو بس مشاعر. الناس بتبلش تسأل بسرعة إمتى رح تجيبوا أولاد، وكأنه وجود الطفل هو دليل نجاح العلاقة، مو قرار بده وعي واستقرار ونفس طويل. بس الحقيقة في ناس عم بتأجل فكرة الولاد مو لأنه ما بدها، بس لأنه بدها تجهز حالها، بدها تعيش أول، تفهم الشريك، تتعلم كيف تحب وكيف تحمي العلاقة من ضغط والعادة. أول سنة زواج هي السنة اللي بتكتشف فيها حالك من جديد، وبتكتشف شخص تاني كليا عايش معك بنفس البيت، بنفس اليوم، بنفس التعب. فيها حب بس فيها كمان صدام، فيها ضحك بس ورا الضحك في ارتباك، وفيها لحظات بتحس فيها إنه الحب لحاله ما بيكفي. كل حدا بيتزوج بيفكر إنه الحياة بعدها بتصير أسهل، بس الحقيقة الزواج مو نهاية قصة حب، هو بدايتها الحقيقية. من أول لحظة بتبلش تشوف الشخص اللي بتحبه على طبيعته، بتشوف خوفه، عصبيته، طاقته وحتى ضعفه. ويمكن وقتها تكتشف إنه الحب الحلو اللي كان بينكم صار محتاج صبر أكتر من الكلام، واحتواء أكتر من الهدايا. وبين هالكل بيجي السؤال اللي بيكسر الهدوء: إمتى رح تجيبوا أولاد؟ الناس ما بتقصد الأذى، بس أحيانا السؤال بيصير ضغط وبتحول لجرح. الناس عم تحاول توازن بين حياتها وبين توقعات المجتمع منها. يمكن في ناس بتأجل فكرة الأولاد لأنها مو جاهزة، يمكن لأنها خايفة، أو لأنها بدها تعيش شوي من عمرها قبل ما تصير مسؤولة عن عمر جديد. وهذا مو أنانية، هذا وعي، لأن الطفل مو بس فرحة، هو مسؤولية وتربية وسنين تعب وسهر. وما لازم يجي بعلاقة لساتها عم تتشكل، لسه الشريكين عم يتعرفوا على طباع بعض، عم بيفهموا شو يعني نحن، مو أنا أو أنت. الناس بتحب تشوف النتائج بس ما بتشوف التعب اللي وراها، بتحب تشوف الصورة الكاملة: بيت، ولاد، وضحك، بس ما بتعرف كم لحظة وجع مرت ليوصلوا لهون. لهيك التأجيل أحيانا مو تأخير للفرح، هو محاولة لحمايته. في ناس بيحبوا يعيشوا أول، يسافروا، يضحكوا، يختلفوا، يكتشفوا بعض من دون ضغط أو مسؤولية أكبر منهم، لأنه إذا العلاقة ما كانت متينة ما رح يصمدوا قدام تعب الحياة، ولا حتى قدام تعب التربية. مو غلط تأجلوا فكرة الأولاد بأول سنة زواج، الغلط إنكم تجيبوهم بس لأنهم الناس بدهم هيك، لأنه بعدين هالناس نفسها ما رح تكون معكم لما الليالي تصير تعب، ولما الحب يصير مسؤولية أكبر من طاقتكم. الزواج مو سباق، هو رحلة، والأطفال مو إثبات حب، هن نتيجة حب ناضج جاهز يتحمل الحياة. خدوا وقتكم، عيشوا أول سنة بهدوء، بمشاكلها وضحكة وتناقضها، لأنه بعدين كل شي رح يتغير. وبالنهاية ما في وقت صح ووقت غلط، في وقت ترتاح فيه، وقت بتحس إنك جاهز فعلا تكون سبب بحياة إنسان جديد، بس مو لأنه الناس بدها، لأن أنت فعلا بدك بعقلك بقلبك وباستعداداتك. الزواج ما بينقاس بكم سنة صار ولا بعدد الأولاد، الزواج الحقيقي بينقاس بكم مرة اخترتوا بعض رغم التعب، وكم مرة قررتوا تضلوا سوا رغم الخلاف. يمكن التأجيل اليوم بيحمي الحب، يمكن بيخليه يكبر بصمت، بس الأكيد إنه كل شي بيجي بوقته، بيجي أجمل. برأيكم التأجيل خوف ولا وعي؟ شاركوني بالتعليقات لنستفيد أكتر، خاصة لمقبلين على الزواج من جديد. حبايبي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليقات حلوة مثلكم، وانتظروني بفيديو جديد أو أحلى. بحبكم.